بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله معنا النهاردة 10 نماذج اختبارات من الاختبارات النهائية من كتاب الأضواء. نبدأ على بركة الله. مع الاختبار رقم 1 أو النموذج معانا رقم 1. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، تحتوي نواة ذرة عنصر الأكسجين O8-16 على كام بروتون؟ احنا عندنا طبعا عدد البروتونات اللي هو عندنا يسمى باسم العدد العدد الذري، والعدد الذري عندنا بيكتب أسفل يسار العنصر. يعني هنا عندنا الأكسجين عنده 8 بروتونات وعنده 8 إلكترونات، وأيضا لو طرحت برضه الذري من الكتلي عشان أطلع عدد النيوترونات هلاقيه أيضا بيساوي كام؟ 8. 16 ناقص 8 يطلع عندنا ب8. رقم 2، أي مما يلي تعتبر من قوى المجال؟ إحنا عندنا القوى نوعين، يا إما قوى مجال أو قوى تلامس. قوى المجال الثلاث دروس اللي علينا اللي هم قوى عندنا الكهربية، وقوى عندنا المغناطيسية، وقوى الجاذبية. رقم ب، أولا ماذا يحدث عند 1 وقوع القمر كاملا في منطقة ظل في منطقة ظل الأرض؟ عندنا لما القمر بيقع بأكمله في منطقة ظل الأرض بيحدث له طبعا خسوف خسوف كلي. واحنا عندنا نوعين من الخسوف، يا إما خسوف كلي أو خسوف جزئي. بيكون خسوف كلي لما القمر بيقع بأكمله في منطقة ظل الأرض، وخسوف جزئي لما بيقع عندنا جزء من القمر في منطقة الظل والجزء الآخر في منطقة شبه الظل. ولكن لو وقع القمر بأكمله في منطقة شبه الظل فذلك لا يعد خسوفا. رقم 2، ماذا يحدث عند وضع الزبادي في الثلاجة بعد التخمر؟ عدم وضع الزبادي في الثلاجة بعد التخمر. طبعا احنا بنحط الزبادي في الثلاجة بعد عملية التخمر عشان يتم وقف نشاط بكتيريا اللبن الزبادي، لان انا لو ما حطيتهاش عندنا في الثلاجة وبالتالي البكتيريا هيتم نشاطها مستمر، وبالتالي ايه اللي هيحصل عندنا؟ هيؤدي الى استمرار نشاط بكتيريا اللبن الزبادي، وهتؤدي الى انتاج المزيد من حمض اللاكتيك. ما بكتيريا اللبن الزبادي بتحول سكر اللبن اللي هو سكر اللاكتوز لحمض اللاكتيك، وبالتالي هتزود عندنا حموضة الزبادي ويفسد طعمه. رقم 2، قارن بين الثدييات والأسماك من حيث يا سيدي عضو التنفس. هاجي أقول لك والله الأسماك بتتنفس عندنا عن طريق الخياشيم في المية، بينما عندنا الثدييات زي الإنسان كده بيتنفس عن طريق عن طريق الرئتين. قارن بين الحديد والنحاس من حيث يا سيدي الرمز الكيميائي والقابلية للمغناطة. عندك الحديد الرمز بتاعه Fe أو الحرف كابيتال تاني حرف سمول، النحاس Cu ده الرمز الكيميائي. القابلية للمغناطة يعني الانجذاب للمغناطيس، عندنا الحديد بينجذب للمغناطيس بينما النحاس لا ينجذب. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، التجاذب. رقم 1 معانا التجاذب الكهربي بين الأيون الموجب والأيون السالب. وخلي بالك الأيون الموجب جاي من ذرة عنصر فلز فقدت، والأيون السالب جاي من عنصر لا فلز هيكون عندنا اكتسب. بيحدث تجاذب بين الأيون الموجب والأيون السالب ويكون عندنا نوع من الترابط أو الرابطة الأيونية. رقم 2، أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن فصل مكوناتها لا بالطرق الفيزيائية ولا بالطرق الكيميائية. ده تعريف عندنا تعريف العنصر. علل. 1، يجب توصيل ناقلات الوقود بسلاسل معدنية ملامسة للأرض. كانت عندنا بتتدلى من سيارات نقل الوقود سلاسل معدنية متصلة أو ملامسة عندنا للأرض. طبعا نتيجة الاحتكاك ما بين عندنا الوقود وخزان الوقود بينتج عندنا شحنات شحنات عندنا كهربية نتيجة التلامس أو الاحتكاك بينهما، وبالتالي دي مشكلة كبيرة لأنها ممكن تعمل عندنا شرر كهربي ويؤدي عندنا طبعا إلى احتراق أو انفجار سيارة الوقود. فكان لازم إن احنا نعمل عملية تفريغ لهذه الشحنات الكهربية، تمام،
عن طريق ايه بقى؟ عن طريق السلاسل المعدنية. وبالتالي الإجابة بتاعتنا هتكون ايه؟ للتخلص أو لتفريغ الشحنات الكهربية الساكنة الناتجة عن طبعا احتكاك مين بمين؟ خزان الوقود بالوقود، حتى لا يتسبب في انفجار سيارة الايه؟ سيارة الوقود. رقم 2 للبكتيريا عندنا العقدية أهمية كبيرة في النباتات البقولية. طبعا البكتيريا العقدية دي بتعمل على تثبيت مين؟ تعمل على تثبيت عنصر النيتروجين في صورة ايه؟ في صورة عندنا مركبات، طبعا عشان النبات يقدر يستفيد ايه؟ يستفيد منها. النبات ما بيقدرش يمتص عندنا النيتروجين من الهواء الجوي او من التربة، فعندنا حاجة بتساعده في موضوع امتصاص النيتروجين، وهي البكتيريا العقدية الموجودة طبعا على جذور النباتات البقولية. نباتات بقولية عندك زي الفول وزي البرسيم وزي البسلة. فالبكتيريا العقدية دي بتعمل ايه بقى يا شطار؟ بتمد عندنا النباتات او البقوليات بالنيتروجين في صورة ايه؟ في صورة مركبات. 3 طول الظل المتكون وقت الظهيرة بيكون أقل ما يمكن. أنت عندك خلي بالك طول الظل بيتغير عندك طول فترة النهار، تمام؟ طول الظل أكبر ما يمكن بيكون وقت الإيه؟ الغروب، تمام؟ يجي بعد كده وقت الإيه؟ الشروق، يجي بعد كده وقت مين؟ الظهيرة، تمام؟ طول الظل أكبر ما يمكن في الغروب، بعد كده يجي الشروق، بعد كده أقل ما يمكن وقت الظهيرة. بسبب إيه بقى؟ بسبب عندنا طبعا الارتفاع الظهيري للشمس بيكون أكبر ما يمكن في وقت الإيه؟ في وقت الظهيرة. رقم 4 علل الذرة متعادلة الشحنة. الذرة ككل متعادلة يعني ملهاش شحنة، شحنتها بتساوي صفر. إيه السبب في الكلام ده؟ تعال فكرك. عندك الذرة بتتركب عندك من إيه؟ من نواة في المركز، والنواة دي بيدور حواليها الإيه؟ الإلكترونات في مستويات الإيه؟ في مستويات الطاقة. النواة جواها نوعين من الجسيمات، جواها بروتونات موجبة وجواها نيترونات متعادلة، يبقى كده عندنا شحنة النواة موجبة، بينما الإلكترونات اللي بره حوالين النواة شحنتها سالبة. وانت عارف ان عدد البروتونات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة، عشان كده الذرة بتكون عندنا متعادلة كهربيا. يبقى النواة موجبة والإلكترونات سالبة، والذرة ككل متعادلة الشحنة الكهربية، لأن عدد عندنا البروتونات الموجبة داخل النواة يساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة. السؤال الثالث صح وخطأ. 1 تتشابه عناصر المجموعة الواحدة في الخواص. صح، لأنهم عندهم نفس العدد من إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. 2 كتلة الجسم بتساوي الوزن في شدة مجال الجاذبية. لا، خطأ، ده الوزن هو اللي بيساوي الكتلة في شدة مجال مين؟ في شدة مجال الجاذبية. اذكر أهمية كل من جهاز فولتمتر هوفمان، مستخدم طبعا عندنا في التحليل الكهربي للمية. المية اللي هي H2O بيعمل لها عملية تحليل كهربي، فكان بيتصاعد غاز الهيدروجين عند المهبط وكان بيتصاعد عندنا غاز الأكسجين عند المصعد. خلي بالك حجم الهيدروجين ضعف حجم الأكسجين. اذكر أهمية فطر بنسليون نوتاتين. فطر بنسليون نوتاتين ده كان طبعا عندنا الأهمية بتاعته إننا كنا بنستخلص منه زي فيلمينج ما قال لنا، كنا بنستخلص منه مادة مين؟ مادة البنسلين. طب إيه هي أهمية مادة البنسلين؟ مادة البنسلين دي يا شطار تعتبر عندنا مضاد حيوي، ليه القدرة على قتل مين؟ قتل البكتيريا اللي هي بتسبب عندنا أمراض زي مرض الديفتيريا ومرض طبعا التهاب اللوزتين. الديفتيريا ده مرض من أمراض الجهاز التنفسي. رقم 3 اذكر أهمية غاز الهيليوم. غاز الهيليوم كان غاز خفيف جدا، أخف من الهواء، عشان كده كانت بتملى به بالونات عندنا الاحتفالات والمناطيد حتى يرتفع إلى أعلى، كثافته قليلة. أهمية الخلايا الجذعية في الإنسان. طبعا الخلايا الجذعية دي في الأول بتكون عندنا خلايا غير متميزة، ولكن لها القدرة على التمايز والتخصص بعد كده. فكانت الخلايا الجذعية طبعا هتساعدنا طبعا على إيه؟ زيادة فهم كيفية حدوث المرض، وكنت بجرب عليها الأدوية، فاختبار الأدوية الجديدة قبل استخدامها لمعرفة إيه؟ سلامتها وفاعليتها. السؤال الرابع. 1
توصف مجموعات الكواكب نقط بأنها صخرية. والله دي الكواكب عندنا مين؟ الداخلية، بينما الخارجية كانت غازية. زي كوكب مين؟ عندك أي كوكب من أول 4: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ. هنكتب عندنا الأرض كوكب الحياة. تكافؤ عناصر مجموعة الأقلاء الأرضية. احنا عندنا أول مجموعة اسمها ال 1A، وتاني مجموعة عندنا اسمها 2A، وكان عندنا مجموعة اسمها 7A، وعندنا مجموعة اسمها الصفرية رقم 18. كلام جميل. ال 1A شطار كان آخرها إلكترون، ال 2A آخرها 2، 7A آخرها 7. المجموعة الصفرية بتكون مكتملة عندنا بالإلكترونات طبعا ما عدا الهيليوم اللي هو أول مستوى عنده كام؟ 2، ويعتبر أيضا مكتمل. فعندها ال 1A كنا بنسميها عندنا الأقلاء، ال 2A تسمى عندنا باسم الأقلاء الأرضية، عندنا ال 7A تسمى باسم الهالوجينات. المجموعة الصفرية اللي هي بتضم الغازات الخاملة أو العناصر النبيلة. الأقلاء كان آخرها إلكترون فالتكافؤ بتاعها أحادي، ال 2A آخرها 2 التكافؤ بتاعها ثنائي. 7A دي لا فلزات آخرها 7، كانت عايزة تكتسب عندك 8 تكمل لل8، فبتكتسب إلكترون فالتكافؤ بتاعها أحادي. المجموعة الصفرية لا بتشارك لا بتكتسب ولا بتفقد، فالتكافؤ بتاعها كان عندنا بصفر. فتكافؤ مجموعة الأقلاء الأرضية التكافؤ بتاعها ثنائي، بينما تكافؤ الهالوجينات هيكون عندنا أحادي. رقم ب. معلش بنجري بسرعة عشان الأسئلة كتير عشان الفيديو ما يكونش معانا طويل. أجب عن الأسئلة الآتية. رقم 1: عندك عنصر اسمه M، نواته تحتوي على 12 جسيم متعادل. مع مين المتعادل؟ النيترونات يا سيدي. تمام. وعدد النيوكلونات اللي هو العدد الكتلي اللي هو مجموع البروتونات زائد النيترونات يساوي 23. طب ما انت لسه قايل لي المتعادل اللي هم النيترونات ب 12، اذا البروتونات كام؟ 23 ناقص 12 يطلع عندك بكام؟ ب 11. يطلع عندنا كام؟ 11. ده عندنا العدد الذري، وبالتالي احسب عدد البروتونات 11، عدد النيترونات لسه قايل لهوت 12. رمز العنصر متضمنا A وزد، A اللي هو العدد الكتلي وزد العدد الذري. فبروح اكتب رمز العنصر اللي بيقول عليه اسمه M. تمام. الذري اللي هو عدد البروتونات 11، الكتلي اللي هو 23. صنف الكائنات الحية التالية. البكتيريا. هاجي اقول لك ان البكتيريا لو صنفناها على حسب عدد الخلايا وحيدة الخلية. تمام. بالنسبة لتركيب النواة هاجي اقول لك منها من اوليات النواة. وحيدة الخلية أوليات النواة. اليوجلينا هتكون وحيدة الخلية ولكن عديدة الإيه؟ وحيدة الخلية حقيقيات النواة. وحيدة الخلية وحقيقيات الإيه؟ حقيقيات النواة. مع النموذج رقم 2 من النماذج النهائية من كتاب عندنا الأضواء. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي. رقم 1: الشحنات المتراكمة على أسطح الأجسام عند فقدها أو اكتسابها إلكترونات دي سميناها عندنا الكهرباء الساكنة أو الكهرباء الكهروستاتيكية. طور القمر، وإحنا عندنا 8 أطوار من أطوار القمر، الذي يبدو فيه كقرص معتم في نهاية الشهر ده الطور المحاق. يتغير وزن الجسم من كوكب لآخر. خلي بالك انت عندك الوزن بتساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية، وانت عارف ان الكتلة لا تتغير من مكان لآخر، وبالتالي المتسبب في تغيير الوزن هو شدة مجال مين؟ الجاذبية. يبقى بيتغير الوزن بسبب تغير شدة مجال الجاذبية من كوكب لآخر. يستخدم النيتروجين في ملء إطارات السيارات بدلا من الهواء لأنه بيتميز عندنا بحاجتين: إنه لا يتأثر بدرجة الحرارة، يعني مش هيزيد في فصل الصيف ولا هينكمش في فصل الشتاء، وبالتالي وكمان عندنا مقاوم أو لا يتفاعل مع المطاط اللي هي مصنوعة منه مين؟ إطارات السيارات. أهمية تصنيف الكائنات الحية. ليه بنصنف الكائنات الحية زي تصنيف عندنا عناصر الجدول الدوري بالمثل؟ بنصنف الكائنات الحية حتى تسهل دراستها والتعرف عليها. رقم 4: عندما تفقد الذرة إلكترون أو أكثر تتحول إلى أيون موجب. هو الأول الذرة كانت متعادلة، يعني كان عندها عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات، بروتونات موجبة تساوي الإلكترونات سالبة. طيب هي لما بتفقد من مين؟ تفقد من السالب، وبالتالي مين اللي هيزيد؟ البروتونات هتزيد على عدد الإلكترونات،
يعني الموجب هيكون أكتر من السالب، وبالتالي بتتحول إلى أيون موجب. يبقى الإجابة بتاعتي لأن عدد البروتونات الموجبة أكبر من عدد الإلكترونات السالبة في الأيون الموجب. السؤال رقم 2، صوب ما تحته خط. يمكن فصل مخلوط الرمل والمية، وده مخلوط غير متجانس. طالما غير متجانس هستخدم طريقة الترشيح. العلاقة 2n تربيع أو 2n سكوير تحدد عدد النيوترونات، لا بتحدد عندنا عدد الإلكترونات، وتطبق هذه القاعدة لحد مستوى الطاقة الرابع. فكان عندنا KLMN 2 8 18 32 إلكترون. قارن بين كوكبي عطارد والأرض من حيث تركيب الغلاف الجوي. هاجي أقول لك والله عطارد الغلاف الجوي بتاعه بيكون رقيق جدا ومكون من غازي الهيدروجين والهيليوم، بينما الأرض ده بيكون غلاف صخري مكون عندنا من غازي الأكسجين والنيتروجين بشكل أساسي. بالنسبة للنشاط البركاني، عطارد ليس له نشاط بركاني أو لا توجد على سطحه براكين نشطة، بينما الأرض بتتميز عندنا بوجود العديد من البراكين من البراكين النشطة. ثانيا، اذكر استخداما واحدا لكل من، يلا شد حيلك يا بطل. سبيكة الألمنيوم والتيتانيوم. عندنا سبيكة الألمنيوم والتيتانيوم كنا بنصنع منها هياكل الطائرات الحربية، ولو جيت سألتك ايه السبب هتيجي تقول انها بتتميز بالخفة والمتانة. تتميز بخفتها وتحتفظ بمتانتها. جهاز الإلكتروسكوب اللي هو الكشاف الكهربي اللي 3 استخدامات، اكتب أي واحد فيهم صح. كان بيستخدم عندنا في الاستدلال على الحالة الكهربية للجسم، هل الجسم مشحون ولا لا. طب بعد ما يكون مشحون، التعرف على نوع الشحنة الكهربية بتاعته، تمام، ومقارنة مقدار الشحنات الكهربية بين المواد المختلفة. السؤال الثالث، استخرج الكلمة المختلفة فيما يأتي. 1. شرايين أوردة قلب حبايبي كلكم تبع الجهاز الدوري ما عدا أنسجة اللحاء. عدد البروتونات، عدد الإلكترونات، العدد الذري من العدد الذري بيساوي عدد البروتونات الموجبة، والبروتونات الموجبة تساوي عدد الإلكترونات السالبة. يبقى أنا هستبعد يا بطل العدد العدد الكتلي. ماذا يحدث عند اختلاف ميل محور الأرض؟ تعرف إن محور الأرض بيميل بزاوية مقدارها 23.5 درجة، وبالتالي اختلاف ميل محور الأرض بيؤدي عندنا طبعا إلى إن سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض بتسقط بزوايا مختلفة، وبالتالي كمية الإشعاع الشمس التي تصل إلى الأرض بتكون عندنا مختلفة من منطقة إلى أخرى. ماذا يحدث عند فقد ذرة الصوديوم 11 إلكترون؟ أنت عندك Na 11 توزعه يا بطل تبص تلاقيه 2 8 1 KLM، فبيفقد عندنا إلكترون مستوى الطاقة الأخير ويتحول إلى 2 8. تمام، بقى عندنا اسمه أيون صوديوم. أيون أيون عندنا صوديوم، وبالتالي لما بيفقد إلكترون بيتحول عندنا إلى أيون صوديوم موجب 1 لأنه فقد إلكترون 1. ماذا يحدث عند دلك ساق من الأبونيت بالصوف؟ دايما الأبونيت تحت عندنا، تحت خالص في أسفل المتسلسلة أو السلسلة الكهروستاتيكية، فهو بياخد سالب والصوف بياخد موجب، وبالتالي تشحن عندنا ساق الأبونيت بشحنة سالبة، بينما الصوف هيكتسب شحنة موجبة. عدم توافر فيتامين دي في دم جسم الإنسان أو فيتامين د. ده كان طبعا الفيتامين ده كان بيعمل على ضبط مستويات مين ومين يا شطار؟ الكالسيوم والفوسفور، عشان يحمينا من هشاشة العظام. طب هو مش موجود، وبالتالي هيتعرض الجسم لمرض هشاشة هشاشة العظام. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، يتم الاستفادة من ظاهرة نقط في تطهير المسطحات المائية من الشوائب. كانت طبعا ظاهرة المد المد والجاز، وكمان كنت بستفيد منها في توليد الكهرباء. تمام، خلي بالك الظاهرة دي المد والجزر بسبب الجاذبية بين مين ومين؟ بين الأرض والقمر. 2، المغناطيس الطبيعي أحد مركبات أحد مركبات الحديد. رقم ب، أجيب عن الأسئلة التالية. 1، جسم كتلته 100 كيلو جرام، ماشي يا سيدي، على سطح الأرض. عايز كتلته على القمر، والله الكتلة ثابتة ما بتتغيرش، لأن الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من المادة، فكتلته على الأرض زي كتلته على القمر زي كتلته في أي مكان، ما تنساش المعلومة دي مهمة جدا. فكتلته على الأرض ب100، يبقى كتلته على سطح الأرض ب100 كيلو جرام.
شكرا. عايز 2 وزنه على سطح الأرض. استنى، الوزن بيساوي الكتلة ام بالكيلوجرام في شدة مجال الجاذبية. كتلتك كام يا جسم؟ ب100. شدة مجال الجاذبية بكام؟ ب10. تطلع وزنه على سطح الأرض ب1000 نيوتن. لو عايز يزود عليك بقى ويقول لك هات لي وزنه على سطح القمر، كنت هتروح تقول لي وزنه على سطح القمر بيساوي وزنه على الأرض، واضرب في 6 أو بضرب في سدس أو بقسم على 6. كنت هروح آخد 1000 على 6 يطلع لي وزن الجسم على سطح مين؟ القمر، سدس وزنه على سطح الأرض. ثانيا، اكتب التوزيع الإلكتروني لكل الناس. اي ار اللي هو الأرجون 18، هتيجي تقول لي 2 8 8. تمام. كي ال ام آخر مستوى مكتمل فهو من الغازات الخاملة في المجموعة رقم 18. كي 19 البوتاسيوم، وحرف واحد بكتبه كابيتال. 2 8 8 1. كي ال ام ان عنده 4 مستويات طاقة، بيقع في الدورة الرابعة. براجع معاك اهو، في الدورة الرابعة، والآخره إلكترون واحد في آخر مستوى في المجموعة 1A اللي هي اسمها أقلاء، وكمان يا حبيبي تبع الفئة S. تمام. أما ده تبع الفئة B. ماشي. نروح بعد كده على النموذج الثالث. شد حيلك يا دكتور. تمام. السؤال الأول، أكمل ما يأتي. رقم 1. في رقم 1 بيجي يقول لي جزيء الأكسجين من أمثلة جزيئات إيه؟ والله إحنا عندنا نوعين من الجزيئات، يا إما جزيء عنصري يا إما جزيء مركب. ذراتك متشابهة يا عم، كلها شبه بعض، يبقى أنت جزيء إيه؟ جزيء عنصر أو من جزيئات العناصر. بينما الميثان ده أبسط مركب عضوي، كربون وهيدروجين عناصر مختلفة، يبقى ده جزيئات الإيه؟ جزيئات مركبات. رقم 2، تحول بكتيريا الزبادي سكر اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك الذي يعطي الزبادي مذاقه وقوامه المميزين. علل. 1. العدد الكتلي غالبا أكبر من العدد الذري، لأن والله الكتلي ده مجموع الذري وحاجة كمان معاه، لأن العدد الكتلي مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات، بينما العدد الذري هو عدد البروتونات فقط. اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على المناطق المختلفة لسه قايلينها بسبب ميل محور الأرض، بسبب ميل محور الأرض طبعا بزاوية 23.5 درجة. تتجاذب ساقان من الزجاج والأبونايت عند دلكهما بقطعة من الحديد. تعال نفتكر بقى مع بعض كده بالمرة السلسلة الكهروستاتيكية. تمام. 3 3 2. زجاج، خشب، جلد، حرير، صوف، قطن، كمان عندنا ورق أبونايت. زجاج، خشب، جلد، حرير، صوف، قطن، ورق أبونايت. فدايما الزجاج موجب ودايما عندنا الأبونايت سالب. تمام. انت عايز بقى تعمل عملية دلك مين؟ زجاج وأبونايت بحرير. ادي الزجاج وادي عندك الأبونايت، الاتنين دولت هتعمل لهم دلك بإيه يا بطال؟ بالحرير. تمام. فالزجاج أكيد هياخد موجب، تمام، لأنه يسبق الحرير في المتسلسلة، والأبونايت هياخد سالب لأنه يلي الحرير في المتسلسلة. طب ده موجب وده سالب، لو قربتهم من بعض هيحدث تجاذب، لأن كلاهما يحمل عندنا شحنات شحنات مختلفة، والشحنات المختلفة بتتجاذب. تختلف البكتيريا عن الأميبا بالرغم أنهما كائنات وحيدة الخلية. لأن البكتيريا عندنا من أوليات النواة، بينما الأميبا من حقيقيات حقيقيات النواة. السؤال الثاني صح وخطأ. 1. يظهر القمر كقرص ناقص في الخسوف الكلي. لا، الكلام ده في الخسوف الجزئي، وفي الخسوف الكلي بيبدأ عندنا كقرص معتم. تم تصنيف العناصر في جدول مندليف على حسب الأعداد الذرية. لا يا عم، ده في موزلي، أما مندليف على حسب كتلتها الذرية. اذكر أهمية كل من الخلايا الحارسة في النبات، دي اللي كانت بتحيط عندنا بالثغور، وبالتالي الخلايا الحارسة دي بتتحكم في فتح وغلق الثغور الموجودة على أوراق النبات. جهاز الكولوميتر، جهاز عندنا الكولوميتر ده كان بيستخدم في قياس الشحنات الكهربية الضعيفة. بكتيريا العقد الجذرية قلناها انها بتعمل على تثبيت النيتروجين في صورة مركبات. فطر بنسليوم روكوفرتي ده اللي بيعطي عندنا جبن الروكوفرت اللون والطعم المميز للجبنة.
السؤال الثالث استخرج الكلمة المختلفة. رقم واحد الصلب النحاس الكوبالت الكوبالت النيكل. يبقى أنت كده أكيد بتكلمني على الانجذاب للمغناطيس. هستبعد النحاس وباقي المواد طبعا بتنجذب للمغناطيس، مواد مغناطيسية. لا تحتوي على نواة حقيقية، يبقى كده أوليات النواة. صغيرة الحجم نسبيا، عديدة الخلايا، وحيدة الخلية. طب ما تيجي نتكلم مثلا مثال عندنا البكتيريا. لا تحتوي على نواة حقيقية، صغيرة الحجم نسبيا، لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر. وحيدة الخلية صح، بس عديدة الخلايا لا، دي عندنا هتكون خطأ. رقم ب. أجب عن الأسئلة الآتية. أولا قارن بين كل من. ماشي يا سيدي. فطر الخميرة وفطر بنسليوم نوتاتيوم من حيث الاستخدام. والله فطر الخميرة ممكن أستخدمه عندنا في صناعة الخبز وصناعة الكحول الإيثيلي. فطر بنسليوم نوتاتيوم ده اللي بنحصل منه على مادة مين؟ البنسلين، اللي هي مضادة للبكتيريا المسببة للأمراض زي الديفتيريا والتهاب اللوزتين. قارن بين كوكب المريخ والمشتري. كوكب المريخ وكوكب المشتري من حيث وجود القشرة. طبعا عندنا كوكب المريخ ده يعتبر عندنا ليه قشرة يا شطار؟ ليه قشرة سميكة جدا. تمام. أكبر قشرة عندنا في الكواكب الداخلية. قشرة سميكة جدا مقارنة كمان بقشرة الكواكب الذي تسبقه اللي هم عطارد والزهرة والأرض. ولكن المشتري ده كوكب غازي ملوش قشرة، ولكنه يتكون عندنا من غازات فقط زي غازي الهيدروجين والهيليوم. ثانيا عنصر العدد الكتلي بتاعه 40. يا سيدي أنا هفرض إن العنصر ده هو اسمه إكس. تمام، اسمه إكس. العدد الكتلي فوق ب40. تمام. وعدد النيوترونات 20. يبقى عدد البروتونات برضه 20. ما الكتلي بروتونات ونيوترونات. بروتونات زائد نيوترونات يساوي 40. ماشي يا سيدي، يساوي 40. والنيوترونات بكام؟ ب20. يبقى البروتونات بكام؟ ودي ال20 هناك تطلع عندك البروتونات ب20 اللي هو العدد الذري. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات هاجي أوزعه. ال20 بقى بنوزع ال20 2 8 8 2 كي ال ام ان. يبقى عنده 4 مستويات طاقة. عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير هيكون عددهم كام؟ هيكون عندنا طبعا عددهم إلكترونية. السؤال الرابع اكتب عندك المصطلح العلمي. واحد مركبات درجة انصهارها مرتفعة، يبقى دي المركبات الأيونية، بينما التساهمية بيكون درجة انصهارها منخفضة. ترتيب بعض المواد حسب سهولة فقدان الإلكترونات، دي عندنا السلسلة الكهروستاتيكية 3 3 2. ماذا يحدث عند تقريب ساق من الزجاج إلى ساق من الأبونايت بعد دلكهما بقطعة قماش مصنوعة من القطن؟ اللف والدوران بقى. تعالى نكتب تاني. زجاج، خشب، جلد، حرير، صوف، قطن، ورق أبونايت. انت عايز تعمل ايه بقى؟ بيجي يقول لك تقريب ساق من الزجاج. هجيب ساق من الزجاج يا عم، في كل الأحوال الزجاج هياخد موجب والأبونايت هياخد سالب. تمام. تقريب ساق من الزجاج إلى ساق من الأبونايت بعد دلكهما بقطعة قماش. ادي القماش اهو، بقطعة قماش مصنوعة من القطن. ادي عندك القطن اهو. والله الزجاج بالقطن، الزجاج هياخد موجب. القطن بالابونايت، الابونايت هياخد سالب. موجب وسالب بقى هتقرب دي من دي، هيحدث ما بينهم عملية ايه؟ تجاذب، لان كلاهما يحمل شحنات مختلفة، والشحنات المختلفة بتتجاذب. تعليق مغناطيس حر للحركة من منتصفيه. المغناطيس عنده قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، وبالتالي يشير عندنا القطب الشمالي للمغناطيس إلى الشمال الجغرافي للأرض، والقطب الجنوبي للمغناطيس إلى الجنوب الجغرافي للأرض. 3 وقوع جزء من القمر. خلي بالك من الكلام، جزء من القمر في منطقة الظل، يبقى الجزء الثاني في منطقة شبه الظل. هيحدث عندنا طبعا خسوف ايه؟ خسوف عندنا جزئي، ويبدو القمر عندنا كقرص ناقص. زيادة العدد الذري في المجموعة الواحدة. والله في المجموعة الواحدة تبص تلاقي الحجم الذري بيزيد بيزيد بيزيد. تمام. يبقى هنا بالنسبة للحجم الذري في المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذري يزداد عندنا طبعا الايه؟ نصف القطر اللي هو الحجم الايه؟ الحجم الذري. مع النموذج رقم 4. السؤال الأول اختر. 1 تتشابه اليوجلينا والبكتيريا في أن كلا منهما
البكتيريا واليوجلينا. تمام. الاتنين عديد الخلايا؟ لا، البكتيريا وحيدة الخلية. طيب الاتنين من أوليات النواة؟ البكتيريا اليوجلينا لا. الاتنين حقيقيات النواة؟ اليوجلينا البكتيريا لا. تمام. طيب يبقى هنا ما عدا الاتنين وحيد الخلية، الاتنين بيتفقوا في انهم وحيدة الخلية. عنصر يقع في الدورة الثالثة. استنى، في الدورة الثالثة ما هي رقم الدورة بعرف بيه عدد مستويات الطاقة، يبقى عنده 3 مستويات طاقة. والله طالما عنده 3 مستويات طاقة من غير ما افكر بحط في الاول 2 وفي الثاني 8. ما انا مش هروح للمستوى الثالث الا لما يكون الاول والثاني خلاص خدوا حقهم. والمجموعة 5 ايه؟ ما انا بعرف رقم المجموعة من عدد الكترونات اخر مستوى، يبقى اخره 5. عدد الذري كام؟ اجمع ده كله 2 و8 10 و5 يبقى 15. قارن بين الفئة S والفئة B من حيث الموقع في الجدول الدوري. والله الفئة S بتقع في يسار الجدول الدوري، الفئة B في يمين الجدول الدوري. عدد المجموعات، الفئة S مجموعتين، الفئة B عندك 6 مجموعات. قارن بين عملية البناء الضوئي وعملية التنفس الخلوي من حيث نواتج كل منهما. والله في البناء الضوئي كان بينتج عندنا غاز الأكسجين وسكر الجلوكوز مادة عضوية. وعملية التنفس الخلوي العكس، الناتج بتاعها كان بينتج عندنا طاقة وثاني أكسيد الكربون، وكمان كان بينتج عندنا مين؟ بينتج عندنا مية. الجزء المسؤول عن كل منهما عملية البناء الضوئي بتتم عندنا فين يا شطار؟ هاجي أقول لك والله البناء الضوئي بيتم عندنا في الأوراق وبالأخص في البلاستيدات الخضراء، بينما عندنا عملية التنفس الخلوي دي بتتم عندنا فين؟ في الميتوكوندريا. بتتم عندنا فين؟ في الميتوكوندريا. عملية البناء الضوئي بتحدث نهارا فقط، التنفس الخلوي تتم نهارا وليلا. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي. خط وهمي يمر عبر الأرض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، ده عندنا محور الأرض. الوحدة المستخدمة لقياس الشحنة الكهربية، خلي بالك بيسألك عن الوحدة. الوحدة هي نسبة للعالم كولوم. ماذا يحدث عند تناول طعام ملوث بميكروب انتاميبا هيستوليتيكا؟ انتاميبا هيستوليتيكا ده طبعا من البروتوزوا اللي كانت بتسبب عندنا مرض ايه يا شطار؟ مرض الديزنتريا، اللي هو اسمه عندنا الديزنتريا. الديزنتريا كان ليه اسم تاني، اسمه ايه؟ الزحار الاميبي. الزحار الاميبي. تمام. ده اللي هو كان من اعراضه بقى عندنا الاسهال المتكرر، وطالما في اسهال يبقى في نقص للوزن والم في المعده وتعب مستمر. بس خلي بالك ما فيهوش ارتفاع لدرجه الحراره، فده كان فرق ما بين مرض مين؟ الديزنتريا ومرض التيفويد اللي كانت بتسببه عندنا مين؟ السالمونيلا التيفيه. السالمونيلا التيفيه، التيفويد كان فيه ارتفاع في درجه الحراره، حمى. رقم 2، ماذا يحدث عند ارتفاع مستوى الشمس ظاهريا خلال النهار؟ والله لو ارتفع عندنا مستوى الشمس ظاهريا في النهار هيقل طول الظل في وقت الظهيرة. عدم احتواء نواة ذرة العنصر على نيوترونات، دون مثال عندنا واحد فقط هو البروتيوم، نظير الهيدروجين من نظائر الهيدروجين. ده ذري بواحد وكتل بواحد، اطرحهم من بعض يطلع عدد النيوترونات بزيرو. تمام. عدم احتواء نواة ذرة العنصر على نيوترونات هيتساوى العدد الذري مع العدد الكتلي. يلا يا بطل. رقم 4، اكتسبت ذرة العنصر اللافلز إلكترون أو أكثر. والله لما تكتسب إلكترونات سالبة هتتحول عندنا إلى أيون سالب يحمل عدد من الشحنات الكهربية السالبة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. السؤال الثالث، صوب ما تحته خط. جميع الكواكب الداخلية اللي هي عندنا صخرية، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، لديها قشرة سميكة ما عدا المريخ لا، ما عدا أول واحد عطارد، قشرة رقيقة. يتكون جزيء مركب بصبغ الأزرق النيلي، تعالى أفكرك برمزه CaCO، S14 O10، من 3 عناصر؟ لا والله من 4 عناصر. 1 كالسيوم، نحاس، كبريت، أكسجين، من 4 عناصر. اذكر أهمية واحدة لكل من المد والجاز. لسه قايل لك تطهير المسطحات المائية من الشوائب وتوليد الطاقة الكهربية، طاقة متجددة. الألياف الطويلة في الخلايا عندنا العضلية دي بتمكن طبعا العضلات من أداء وظيفتها عن طريق الانقباض والانبساط. مادة الأيروجيل، ودي أخف مادة صلبة عندنا، دي طبعا كان أهميتها إن كنا بنصنع منها جواكت علماء القارة مين؟ القطبية، وبالتالي كنا بنحافظ على الدب القطبي من الانقراض. غاز النيتروجين قلنا في أول اختبار، بتملأ به طبعا عندنا إطارات السيارات لأنه
لا يتغير حجمه بتغير درجة الحرارة ولا يتفاعل مع المطاط. السؤال الرابع، اذكر الرقم الدال على كل من. رقم 1، عدد الكواكب الغازية، ما احنا دول 4 ودول 4، صخرية 4 والغازية 4. الغازية اللي هم آخر 4، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. عدد الإلكترونات الموجودة في أيون عنصر عدد الذري 13. استنى، هو ال 13 توزيعه كام؟ 2 8 3 والله يا مستر. تمام، كي ال ام. تمام. طب ده نوعه ايه؟ فلز. بيفقد ولا يكتسب؟ بيفقد ويتحول لأيون موجب. يفقد كام؟ يفقد 3، يبقى 2 8. عدد الإلكترونات كام في الأيون بقى؟ هيكون عندنا 10. عدد كده كام؟ 10 إلكترونات. رقم باء، أجب على الأسئلة التالية. اذكر اثنين من خواص خطوط القوى الكهربية. والله إنها خطوط وهمية وخطوط لا تتقاطع مع بعضها، وكمان بتبدأ من الشحنة الكهربية الموجبة وتنتهي عند الشحنة الكهربية السالبة ولا تخترق الأجسام. صنف المواد التالية إلى مجموعتين: نحاس، كوبالت، فضة، حديد. أكيد عندنا على حسب المغناطيسية، فالكوبالت والحديد مواد عندنا مغناطيسية، النحاس والفضة مواد غير مغناطيسية. قارن بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث وجود الجسم المركزي اللي هو اسمه السنتروسوم. تمام. والبلاستيدات الخضراء. الجسم المركزي موجود في الخلية الحيوانية فقط ومش موجود في النباتية. البلاستيدات الخضراء موجودة في النباتية ومش موجودة في الحيوانية. استخرج الكلمة المختلفة ثم اربط بين باقي الكلمات. خلايا الدم الحمراء، خلية عصبية، خلية غضروفية، خلية جذعية. تمام. ده هو مجاوب السؤال كمان. شكرا يا عم. طبعا هستبعد من الخلية الجذعية لأنها خلية غير متخصصة، بينما باقي الخلايا عندنا تعتبر عندنا خلايا ايه؟ خلايا عندنا متخصصة. النموذج رقم 5، وهنكتفي بالنموذج ده النهارده إن شاء الله، عشان بعد كده الجزء الثاني بقى 5 نماذج تانيين عشان أنت ما تزهقش كده وتركز في الأسئلة. تمام. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. بس لو عملت لنا بقى اللايك الجميل بتاعك بقى على الفيديو هنعمل جزء تاني. ما عملتش لايك يبقى خلاص كده احنا خلاص يا عم، يبقى احنا كده مش نافعين خالص ونكتفي بكده. رقم 1، يعتبر نقط من المخاليط غير متجانسة. غير متجانس يعني يمكن تمييز مكوناته بالعين. عندنا المجردة، طبعا هختار مين؟ الزيت في المية، تلاقي الزيت فوق والمية تحت. تمام. كل مما يلي من مكونات الخلية الحيوانية ما عدا، عايز حاجة مش موجودة في الخلية الحيوانية. هاجي أقول لك والله البلاستيدات الخضراء والجدار الخلوي. ما النتائج المترتبة على تقريب جسمين مختلفين في الشحنة الكهربية؟ يعني واحد موجب والثاني سالب، يعني شحنات كهربية مختلفة بيحبوا بعض، وبالتالي يحدث تجاذب بينهما. وجود غاز الميثان بكثرة ضمن الغلاف الجوي لأورانوس كان بيخلي عندنا لون كوكب أورانوس لونه أزرق مخضر. طب وما هو برضه يا مستر كان موجود عندنا في كوكب نبتون، كان بيخلي كوكب نبتون بقى باللون الايه؟ باللون الأزرق. 3، تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي، لسه قايلينه من شوية، هينعدم وجود النيترونات، مفيش نيترونات. ترك جذور النباتات البقولية في التربة، بتحتوي على مركبات النيتروجين، وبالتالي هتزيد عندنا من خصوبة الايه؟ خصوبة التربة. السؤال الثاني صح وخطأ. 1، الهيليوم من الغازات القابلة للاشتعال. لا، الهيليوم غير قابل للاشتعال. وزن الشخص على سطح القمر أكبر من وزنه على الأرض. لا يا عم، خطأ، ده على القمر سدس الأرض. علل تصنع علبة البوصلة من النحاس والبلاستيك، لأن البوصلة من جوه فيها إبرة مغناطيسية. تخيل بقى العلبة أخرى من مغناطيس، كان الاتنين هينجذبوا لبعض، مش هتعرف كده الإبرة تتحرك، وبالتالي تصنع علبة البوصلة من مادة غير مغناطيسية زي النحاس أو البلاستيك حتى لا تؤثر على حركة الإبرة المغناطيسية. حدوث ظاهرة أطوار القمر. سبب في الكلام ده بسبب طبعا دوران الأرض حول الإيه؟ حول القمر حول الأرض في مسار بيضاوي. فبيختلف طبعا الجزء المضيء من القمر طوال الشهر. ومدة دوران القمر حول الأرض اللي هو 29 يوم ونص. تقوم النباتات والطحالب الخضراء بعملية البناء الضوئي. السبب في الكلام ده إنها بتحتوي على عضية اسمها الإيه؟ البلاستيدات الخضراء. تمام. وبالتالي تستطيع تكوين غذائها بنفسها. ينتج عن الرابطة الأيونية جزيئات مركب فقط، لأن الرابطة الأيونية تنشأ عندنا ما بين أيون موجب من عنصر فلز وأيون سالب من ذرة عنصر لا فلز، وبالتالي عناصر مختلفة
فهينتج عنها جزيء مركب فقط. السؤال الثالث، أكمل ما يأتي. رقم 1، من أمثلة الميكروبات النافعة التي لا تحتوي على نواة حقيقية. يا سلام عليك، سؤال جميل. طبعا اللي لا تحتوي على نواة حقيقية يبقى من أوليات النواة، وإحنا عندنا أوليات من النواة مين؟ البكتيريا. يبقى عايز نافعة، يبقى عندك بكتيريا اللبن الزبادي، وبكتيريا مين؟ بكتيريا عندنا العقد الجذرية. اوعى تكتب لي بكتيريا السالمونيلا التيفية، واخص عليك، ده بيقول لك نافعة تانية ضارة. يرمز لعنصر الكربون بحرف واحد، اكتبه كابيتال سي، وعنصر الصوديوم ليه حرفين، ان ايه؟ ان كابيتال ايه سمول. ما المقصود بالايون؟ الايون ده ذرة عنصر فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر، فممكن يكون ايون موجب بتاع العنصر الفلز، وايون سالب للعنصر اللا فلز. رقم 2، ما المقصود بالحركة الظاهرية للشمس؟ الحركة الظاهرية للشمس ان انت بتشوف الشمس في السماء وكأنها تغير موقعها طوال اليوم، تمام؟ والكلام ده السبب فيه طبعا تغير موقع الشمس ظاهريا في السماء من الشرق للغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها. ما المقصود بقانون التجاذب والتنافر؟ الشحنات الكهربية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب. أو الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب. ما المقصود بأشباه الفلزات؟ هي عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات وخواص اللافلزات، تمام؟ يعني مثلا التوصيل الكهربي، الفلزات بتوصل جدا واللافلزات يعني رديئة التوصيل، فتلاقي أشباه الفلزات توصيلها أقل من الفلزات وأكبر من اللافلزات، حاجة وسط كده ما بين الفلزات واللافلزات. السؤال الرابع والأخير معانا النهاردة بإذن الله، اذكر الرقم الدال على كل من عدد عناصر الجدول الدوري. والله 118 عنصر، رتبناهم في يا حبيبي 7 مجموعات، 7 دورات و18 مجموعة رأسية، وقسمناهم إلى 4 فئات بالمرة: فئة اس، الفئة بي، الفئة دي، الفئة اف. فئة اس في يسار الجدول الدوري مجموعتين، ال1 A وال2 A، والفئة B هاجي أقول لك إنها في يمين الجدول الدوري ب6 مجموعات، من أول 3A 4A 5A بالمرة بقى الراجع 6A 6A 7A والمجموعة الصفرية. الفئة دي بتتوسط الجدول الدوري اللي هي العناصر الانتقالية، ويبدأ ظهورها من الدورة الرابعة، تضم العناصر الانتقالية وهي عبارة عن 10 أعمدة. الفئة B بتقع أسفل الجدول الدوري وتتكون عندنا من سلسلتين: اللانثانيدات والأكتينيدات. مراجعة سريعة كده على الجدول الدوري. عدد الجسيمات داخل نواة ذرة الهيدروجين اللي هو البروتيوم. البروتيوم رمزه H1 فعنده واحد ايه؟ عنده 1 بروتون وعندها 1 إلكترون. هو عايز عدد الجسيمات داخل النواة يا لئيم. لو كتبت 2 يبقى غلط، على الرغم انهم 2 فعلا، بس هو بيستنى على جوه النواة. اللي جوه النواة البروتونات، يبقى عندها 1 فقط بروتون. أجب عن الأسئلة الآتية. وضح بالرسم خطوط القوى الكهربية لشحنة موجبة. ما أنت عارف إن الشحنة الموجبة خطوط القوى الكهربية بتبدأ عندنا أو بتخرج من الشحنة الكهربية مين؟ الموجبة، وتنتهي عند الشحنة الكهربية عندك مين؟ السالبة. مهم جدا اتجاه السهم ده، إنها بتخرج من الموجب وتتجه ناحية السالب، وخلي بالك إنها خطوط وهمية لا تتقاطع. ما الطرق التي تستطيع من خلالها الميكروبات الدخول لجسم الإنسان؟ والله الميكروبات ممكن تخش جسم الإنسان عن طريق عملية التنفس مع الهواء، أو عن طريق إن أنت الغذاء الملوث، أو عن طريق إنها تخترق الجلد وتصل إلى الدم. ما المقصود بالعدد الذري؟ العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة، وبيساوي عدد الإلكترونات السالبة حول النواة. احسب وزن جسم. على طول اروح اكتب القانون. الوزن بيساوي يا مستر الكتلة في شدة مجال الجاذبية. الوزن دبليو، الكتلة ام، شدة مجال الجاذبية جي، يعني دبليو بتساوي ام في جي. كلام جميل. الام بكام؟ ب6، ولازم الكتلة تكون بالكيلوجرام. لو الراجل لئيم وفي المسألة جابها لك بالجرام، عشان تحول لكيلوجرام لازم تقسم على 1000. خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا.
تمام. في شدة مجال الجاذبية على الأرض ب10، مسألة مباشرة 6 في 10 ب60. لو قلت كده وسكت تنقص درجة. ليه؟ فين وحدة القياس؟ بالنيوتن. تمام. 60 نيوتن. تمام. بكده الحمد لله نكون انتهينا من إجابة أول 5 نماذج من تدريبات الأضواء النهائية على منهج علوم الصف الأول إعداد الترم الأول. منهج تقيل جدا، ربنا يقويكم ويعينكم على المنهج ده. بس لو فهمته هتلاقي المنهج سهل وبسيط بإذن الله. إذا كان بقى يا سيدي عجبك الفيديو متنساش الإعجاب والاشتراك في القناة، وهسيب لك جروب للواتساب بننزل عليه حاجات مهمة جدا ممكن تشترك فيه. نشوفكم على خير في الفيديو القادم مع من نموذج رقم 6 لنموذج رقم 10 بإذن الله. ربنا يكرمكم وتحصلوا على الدرجات النهائية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.